السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في حلقة جديدة من ميدو الملاعب. النهاردة أنا جاي أتكلم على مصر وتونس، وسبحان الله العلاقة بين مصر وتونس قديمة جدا ومتشابهة جدا وعريقة ومادة في الجذور تحت. بيرام التونسي ولد في اسكندرية لعائلة تونسية كانت جت من تونس لمصر، وبيرام بعديها أثرى الحياة الفنية المصرية كتير جدا وقال كلام كتير في حب مصر. على جانب آخر مصطفى كمال الرافعي الشاعر العربي المصري العظيم هو اللي كتب حماة الحمى يا حماة الحمى هلموا هلموا لمجد الزمن، السلام الوطني التونسي لحد يومنا ده. زكي طليمات وعبد الخالق صالح عباقرة المسرح المصري هم اللي أسسوا الفرقة المسرحية التونسية، وكانت أول فرقة مسرحية في تونس. وتستمر العلاقة بين مصر وتونس والتشابه اللي أثرى الحياة العربية كتير جدا، الحياة العربية الثقافية والفنية. لكن التشابه ده مكمل للأسف في حاجة سلبية إذا كنا بنتكلم على الكورة في مصر وتونس وإدارة الكورة في مصر وتونس، لأن في مشاكل كتير في الكورة هنا وهنا والمشاكل متشابهة. ولما بشوف خبراء الكورة في تونس بيتكلموا على مشاكل الكورة التونسية كانوا قاعدين بيتكلموا على مشاكل الكورة في مصر. هي أنا اللي خلاني أفتح الموضوع ده النهاردة إيه وأتكلم في القصة دي إيه، إن أنا لما ألاقي هذا الكم من المشاكل في الكورة المصرية وهشوفها معاكم حتة حتة طول الحلقة، ولا اتحاد الكورة بيتكلم في حاجة تانية خالص وفي قصة تانية خالص، كده احنا بنهزر بجد، كده احنا بنهزر. لان الطبيعي بتاعنا ان انا عندي مشاكل محددة لازم هي اللي ابص عليها كويس. المشاكل دي لو هتدخلها في علم ادارة المشاريع حلها الاساسي ان انت تكون عارف كويس مين اصحاب المصلحة في مشروع الكورة عندك كويس. ده اللي مش موجود. انا لما الاقي اتحاد الكوره في مصر مشغول بانه ازاي الكلام في اوضه الفار اتسرب ومش باصص للمشكله الاساسيه، دي كارثه. خصوصا انه في مصر مشاكل الكوره اكبر بكتير من ده. مش التحكيم بس مشكله الكوره في مصر واتحاد الكوره عندك مشاكل في المنتخبات المصريه عامه في مختلف الاعمار السنيه، من منتخب 17 سنه لحد المنتخب الاول انت عندك مشاكل في المنتخب. خلينا ناخدها واحده واحده. انت زمان مثلا من 10 15 سنه منتخب مصر 17 و19 انت كنت على طول متواجد في كاس العالم. في الاغلب كنت بتكسب كاس الامم الافريقيه تحت 19 وبتروح كاس العالم بتبقى بطل افريقيا. في الاغلب كنت في 17 بتخلص تاني او تالت وبتروح كاس العالم وبتعمل نتائج في كاس العالم. احنا 2001 كنا تالت كاس عالم، 2003 وصلنا دور الثمانية وخرجنا يعني في ماتش كان تحكيمي مهزلة، يعني كاس العالم الماتش كنا بنلعب الارجنتين وكان ماتش مهزلة تحكيمية الصراحة بكل المقاييس يعني، واتغلبنا 2-1 من الارجنتين كويس. وبعد كده كانت نجاحات كويسة بس علشان وقت الحلقة، وخرجت اجيال. يعني كاس العالم 2001 انت شفت حسام غالي وشفت محمد شوقي واليماني لو كان كمل لولا الاصابه اللي حصلت له، واحمد ابو مسلم، كان في وائل رياض، وكان في ناس كتير، يعني انا مش عايز اتكلم كتير. وطبعا منتخب 2003 ده هو اللي منتخب مصر اتبنى عليه بعد كده، اذا كنت بتتكلم على حسني عبد ربه، احمد متعب، محمد عبد الوهاب الله يرحمه، نجوم كتير. برضو انا مش عايز اتكلم علشان زي ما قلت وقت الحلقه. انت النهارده مفيش منتخبات شباب، انت من بعد كاس العالم للشباب 2011 منتخبات الشباب بتاعتك يعني، ويمكن 2013 كان منتخب كان مدير فني ربيع ياسين، بعديها مفيش. منتخب 17 ده من 2008 تقريبا مفيش، مختفي، ما بنسمعش عنه اصلا كويس. فدي مشكله. منتخب الاول انت جبت فيتوريا على اي اساس؟ محدش يعرف. جبت حسام حسن بترمي مسؤوليه، الناس قالت عايزين حسام حسن فرحت جايب حسام حسن وحادف مسؤوليه على الناس ان لو حسام حسن نجح يطلع اتحاد الكوره ويقول لك احنا اللي جبنا حسام حسن وكلام من ده، ولو حسام حسن فشل هترمي على الناس وتقول للناس ايه، انا جبت لكم اللي انتوا عايزينه وعمالين تقولوا حسام ادينا جبنا حسام وما عملش حاجه. مين المسؤول؟ الجمهور هو اللي مسؤول، وجمهور الكوره هو اللي مسؤول. مشاكل كتير. جبت كيروش راجل مدرب محترم، مدرب منظومه، انا من اول ما كيروش جه قلت الكلام ده، مدرب منظومه
وكان عنده خطه هيظبط لك الدوري وهيظبط لك المسابقات المحليه وكلام من ده، انت خلصت منه. مش عايز اتكلم في التفاصيل الصراحه يعني، بس انتوا يعني اتحاد الكوره مشاه لا علشان الراجل ماشي دغري يعني، وانت تفهم يعني اللي انتوا بتتابعوا يعني تفهموا اللي انا عايز اقوله كويس. عندك مشاكل كتير، عندك مشاكل اللعيبه تودي في داهيه، يعني مشاكل اللعيبه في مصر تودي في داهيه. فالمشاكل عندك اكبر من مين سرب ومين ما سربش. انت مشاكل عندك كتير قوي في الكوره في مصر. اعتقد ان انت لو مسكت ملف هتعرف يعني هتحل المشاكل دي، وده هيبقى افيد كتير للكرة المصرية. انتقل بقى علشان نعرف انا ليه اتكلمت وقلت مصر وتونس. لان تونس انا لما بشوف شخصية زي طارق ذياب امبراطور الكرة التونسية واسطورة الاساطير في الكرة التونسية، لما بشوفه بيتكلم على مشاكل الكرة في تونس هي المشاكل بتاعت الكرة في مصر. نمرة واحد، مفيش منتخبات شباب. بيقولك ما عندنا مشكلة في التكوين، ما عندناش منتخبات شباب. نمرة اتنين، إدارة المنتخب التونسي دايما ما بتختارش كفاءات لإدارة المنتخب التونسي الأول. نمرة تلاتة، المسابقات المحلية فيها هرجلة يعني فوضى. إدارة المسابقات المحلية فيها فوضى في تونس. بتكلم على الدوري والكاس كويس. هي نفس المشاكل. وبعد كده تلاقي الاتحاد التونسي منشغل في كلام عن برضو يعني حاجات صغائر الامور. اللي هي ايه مثلا صغائر الامور؟ زي كانوا الاسبوع اللي فات احد اعضاء الاتحاد التونسي طالع بيتكلم وبيقول احنا قبل ما نحل ازمة التنقلات بتاعت الانديه في الدوري التونسي، احنا عايزين نعرف مين اللي عطل اتوبيس نادي الرياضي الصفاقسي في مباراته في احدى مبارياته في الدوري التونسي. طب انت دلوقتي يعني انت رحت لسواق الاتوبيس، انت كده خلصتها، انت رحت لسواق الاتوبيس شفت ان سواق الاتوبيس هو اللي غلطان وهو اللي عطل الاتوبيس، لانه ده الكلام اللي قاله في الاخر. طب اعتقد الكره التونسيه فيها مشاكل اكتر من كده يعني. في مشاكل في المنتخبات الشباب والناشئين مش ظاهره. يمكن في منتخب 19 راح كاس العالم الاخير، بس بشكل عام في مشكله في المنتخب التونسي على مستوى المنتخبات التونسيه. مستوى المنتخب الاولمبي التونسي بقى له فتره بعيد، يعني تونس بقى لها فتره بعيده على مستوى المنتخبات الاولمبيه كويس. عندك مشاكل في الدوري، عندك مشاكل كتير في الدوري. فاعتقد انه المشاكل دي ان انت تركز فيها اهم كتير من ان انت تقعد تتكلم في مين السواق لازم يتعاقب اللي عطل اتوبيس النادي الرياضي الصفاقسي. طبعا انا مش مع ده، بس مش هي دي مشكله الكوره في تونس. يعني انت لو حليت مشكله الاتوبيس خلاص الكوره في تونس هتبقى تمام. نفس المشكله ترجع في القصه دي لايه؟ لان انت مش محدد اصحاب المصلحه في مشروع الكوره عندك، لا في مصر ولا في تونس. لان دي عايز اتكلم عليها مصر وتونس مع بعض بقى. في الاعلام الرياضي انت في تونس الكلام في الاعلام الرياضي بيبقى على فرقتين بس. يعني كل فرق الدوري بيبقى على فرقتين بس، ترجي والنجم الساحلي، وساعات النادي الصفاقسي والنادي الافريقي. لكن الطبيعي انت بتتكلم على الفرقتين دول. طب في مصر الاهلي والزمالك. طب يا معلم في 16 فريق تاني في الدوري. لا ما بتكلمش عليهم، انا اتكلم عليهم يوم ما يلعبوا الاهلي او الزمالك. ولو كسب الاهلي ولو الفرقه دي كسبت الاهلي او كسبت الزمالك، مش هنتكلم على الفرقه دي كسبت، هنتكلم ليه الاهلي او الزمالك اتغلب وازاي اتغلب. انما انا مش هتكلم عن الفرقه التانيه كويس. وحصل في ماتشات، حصل في الدوري الموسم اللي فات. اعتقد دي راجعه زي ما قلت ليه؟ لانك في علم اداره المشاريع في اداره اصحاب المصلحه. الاتحاد المصري لكره القدم والاتحاد التونسي لكره القدم مش عارفين مين هم اصحاب المصلحه. اعتقد الحاجات دي اهم كتير قوي من المسؤولين عن الكوره في مصر وتونس، اهم كتير من انهم يقعدوا يهتموا باتوبيس اتعطل وتسريب وتسجيل اتسرب والكلام الفاضي ده، عشان عيب بقى، كفايه قوي كده. فلتحيا فلسطين، فلتحيا فلسطين، فلتحيا فلسطين. ربنا يحفظ فلسطين ويحفظ لبنان. ربنا
يحفظ امهاتنا وابائنا، بناتنا واولادنا، اخواتنا واخواتنا. ربنا ينصر المقاومه الفلسطينيه ويصد رميها على كيان مرتزقه المجرم القاتل الغاصب للارض من 76 سنه. فلسطين واهلنا في فلسطين هم اطهر شرف الامه العربيه. كده اكون وصلت معاكم لاخر الحلقه. اتمنى تكون الحلقه عجبتكم، واتمنى يكون موضوعنا لاعجابكم، واترككم في رعايه الله وامنه وحفظه وسلامته. على لقاكم في حلقه جديده من ميدو الملاعب. عاش العرب كل العرب، عاشت فلسطين حره عربيه ابيه بكل العرب ولكل العرب.